انا عايز اقول لكم على حاجه. انا بوعدكم وبوعد مصر ان الخريج اللي هيتخرج من كليه الطب عندنا هيكون يعني بمعايير افضل كليات الطب في العالم. انا عايز اقول لكم على حاجه اقول لكم كلكم، احنا عاملين مركز محاكاه للتدريب عشان ادي فرصه للشاب والشابه وابننا وبنتنا اللي بيتعلموا هناك. ومش بس كده، واحنا حتى هنتيحوا للقطاع المدني يعني ان هو يشوف ويتدرب على نماذج متقدمه جدا جدا في التعليم. هتخرج من كلية الطب العسكري على نوبل فورا. الكلية هتخرج أفضل أطباء في العالم، والدراسة فيها هتنافس أكبر الجامعات العالمية. واوعى تشيل مادة علشان وقتها هتبقى خارج الكلية. ده كان وعد الرئيس السيسي لطلاب كلية الطب العسكري. مفيش تهاون في الدراسة ومفيش مجاملات، ولا حد ممكن ينجح بالصدفة. نظام التعليم مختلف ومتطور، وكمان الطالب هيبقى زيه زي العسكري بالظبط، لأنه هينزل أجازات لبيته كل أسبوعين مرة واحدة. يعني المعاملة ميري ميري. ومقابل كل ده مش مطلوب منك غير انك تركز وتجتهد وما تسقطش في اي مادة، لانك لو وقعت في مادة واحدة هتبقى مستبعد من الكلية. السيسي عنده حلم وامل كبير في مستقبل الاطباء في مصر، بعد ما وجه كلامه للطلاب في كلية الطب العسكري وقال هتبقوا افضل واحسن اطباء في العالم، وده بسبب انكم هتتلقوا تعليم على اعلى مستوى، وده هيحصل من نظام التعليم المتطور والمختلف عن اي مكان. محدش يخاف ولا يقلق، محدش هيضيع مجهوده ولا هيتظلم. هيبقى في امتحانات مميكنة علشان تمنع المجاملات والتدخل البشري، وده هيحقق النظام والعدل. التعليم داخل الكلية هيكون بنظام منضبط وصارم، وكل حاجة وأدق التفاصيل هتكون تحت إشراف، يعني مش هيكون نظام متراخي. الرئيس كالعادة بيطمن الأهالي سواء أهالي الشباب أو البنات، وقال لهم الكلية مؤهلة علميا وإداريا، والتعليم فيها آمن ومضمون سواء من حيث المستوى أو التنظيم. يعني محدش يقلق ولا يصدر أي توتر لأبنائه علشان تركيزه يبقى متكامل في الهدف اللي كلنا بنسعى له. وده الهدف منه، إن إحنا بننظم لكم وقتكم عشان تحصلوا علم. امتحانات في منتهى الصرامة وكلها مميكنة، والتعليم مميكن عشان مفيش تدخل بشري في الموضوع، عشان تبقى حضرتك مطمنه جدا جدا ان لا هتتجاملي ولا هتتظلمي.